بعد سنوات من الإهمال يعود المخيم الصيفي بالميناء الصغير ببلدية سيدي الأخضر إلى الحياة في حلة جديدة تواكب تطلعات السياحة العائلية، وذلك بفضل عملية تهيئة شاملة قامت بها مؤسسة موستالاند، أعادت للمكان بريقه كمرفق سياحي عصري ومتكامل. بعد ما كان هذا المركب مهمل جات مؤسسة موستالاند عاود الترميم تاعه من جديد. كانوا عندهم لي بانغالو اف 2 وخاويين ما فيهمش الاثاث المنزليه، وعلى كل حال جات مؤسسه موستالاند اللي قالت زدنا مرافق جديده لي بانغالو اف 3 وجهزناهم بكل الاجهزه الالكترومنزليه والالكترومناجيه. الزوار عبروا عن إعجابهم بالمستوى الجديد للمخيم، مؤكدين تحسن الظروف وملائمتها للاستجمام العائلي. اليوم رانا في هذا المخيم تاع الصيفي في بتي بور الميناء الصغير اللي راهو تابع الموستالاند، وهذا سمح لنا كل عام نخدموا معاهم، بس عم دارين نخدموا في مخيم صيفي قديم. هذا جديد من نوعه، حاجه عصريه، راه فيه دي بنغالو بري فابريكي اكتو لو غازون، راه فيه دي زير دو جو، مسؤولين واقفين الحمد لله. رانا نشوفوا حاجه شابه جديده، يعني تهيئه عصريه. هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية لإحياء الواجهات السياحية المحلية وتعزيز الاستثمار في الفضاءات الترفيهية، مع آفاق واعدة لتوسيع وتطوير المخيم مستقبلا ليصبح قطبا سياحيا بامتياز في مستغانم.